السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، وكعادتنا كل فيديوهاتنا مهمة، بس النهاردة فيديو محزن، وهو اعلان حالة الطوارئ لتشريد آلاف السكان واخواتنا بالسودان. نتيجة ايه؟ فيضان وسيول اللي احنا شفناه في الايام اللي فاتت على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان على كل النشرات الاخبارية. طبعا المأساة دي انا مصورها لكم وجايبها لكم، هعرضها دلوقتي، وجايبه لكم صور من ارض الواقع، يعني صور تحزن جدا. هتشوفوا معايا انتم بنفسكم الصور والناس ازاي اتشردت. هتشوفوا ناس شايلة سرايرها، شايلة حاجات بسيطة من بيتها، هتشوف بيوت اتدمرت. طب تعالوا نعرف الخبر ده معانا بالتفصيل، ونتفرج على الفيديوهات اللي معانا والصور اللي معانا. بس قبل ما ابدأ الفيديو كالعادة، اتمنى منكم اللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك، يفعل زر الجرس في زرار احمر تحت مكتوب عليه اشتراك، وبعد كده هيظهر لنا الجرس، يقول لنا فعلوا زر الجرس عشان كل فيديوهات غادة عبد ربه توصل لكم. يا ريت نفعل زر الجرس عشان كل الفيديوهات توصل لكم. والمهم ان احنا تملي عندنا اخبار مهمة ونصايح كمان. واشكر الناس اللي هتعمل لي لايك، لان انتوا بتدعموني باللايك، بتساعدوني ان انا ادور لكم على الاخبار المهمه دي. وانا عارفه ان الخبر ده مهم، وكل الاخبار اللي بجيبها مهمه ليكم، لان انا بختصرها يعني في فيديوهات وصور بسيطه تخليكم تشوفوا الحدث، بدل ما تغلبوا نفسكم في وسائل التواصل او قنوات واعلانات. لا، هتشوفوا ده على طول. طيب، الخبر عندنا النهارده هو اعلان حالة الطوارئ وتشريد آلاف السكان بالسودان نتيجة الفيضان والسيول. طبعا المأساة الإنسانية ديت بيعيشها السودان بعد غرق عديد من المدن نتيجة مياه الفيضان والسيول، طبعا في الوقت الأخير. طبعا السلطات أعلنت حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، واعتبرت السودان منطقة كوارث طبيعية. أكيد طبعا، يعني دي مأساة. وكتير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا فيديوهات وصور بترصد لنا الفيضان وشكله كان عامل ازاي، وازاي اجتاح السودان، وطبعا سبب في مصرع العشرات وتشريد الآلاف من الأسر. انتم بنفسكم هتشوفوا معايا الصور والبيوت عاملة ازاي، والناس متشحططة ازاي ومتبهدلة ازاي. يعني دي مأساة كبيرة جدا. ربنا يلطف بيهم ويرحم الناس اللي توفت، ونعتبرهم شهداء ان شاء الله عند ربنا. أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ بكل أنحاء البلاد لمدة 3 شهور، طبعا عشان الكارثة دي، واعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية. وشكلوا لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضان. طبعا اللجنة ديت 2020، لأن كان في السودان عندها قبل كده 2 فيضان قبل كده حصلوا غير الفيضان بتاع 2020. اللجنة دي كانت برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني. صرحت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية السوداني لإحدى الصحف إن المجلس أعلن عن حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، واعتبروا البلاد منطقة كوارث طبيعية. طبعا، وقالت تقارير متعلقة بالفيضان طبعا وحجمه والخسائر البشرية والأضرار المادية اللي أسفر عنها الفيضان، وتأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطن نعتبرهم من الشهداء يا رب، وإصابة 46 تانيين. وقالوا ان طبعا قالت ان في اضرار كتيرة لحقت بالسودان، ولحقت باكتر من نص مليون نسمة طبعا، وانهيارات كلية وجزئية لأكثر من 10,000 ايه 100,000 منزل. 100,000 منزل حصل له انهيار كلي وجزئي. انا بكلمكم وبعرض المأساة قدامكم، حاجة تحزن. خلاص. وتجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام الأرقام القياسية اللي رصدتها خلال العامين 1988 و 1946. أنا قلت لكم حصل فيضانين اللي هم 1988 و 1946. طيب،
بعد كده حصل ايه؟ حصل الفيضان بتاع السنه دي اللي هو 2020، وبتقول ان الارقام القياسيه والمعدلات زادت تماما عن الفيضانين اللي حصلوا قبل كده في الاعوام اللي قلت لكم عليها. كمان بتتوقع استمرار مؤشرات الارتفاع، يعني كمان في ارتفاع اكتر من كده. طيب، يعود ارتفاع منسوب المياه غير المسبوق طبعا بسبب الامطار الغزيرة اللي نزلت في حوض النيل الازرق اللي بيمتد من اثيوبيا وبيمر على السودان يوصل لمصر من 30 اغسطس الى بداية سبتمبر. أدت الأمطار الغزيرة دي لإيه؟ لتصاعد مستوى المياه في محطة الديم على الحدود الأثيوبية السودانية، وبلغ المستوى ل 985 مليون متر مربع، ده في 2 سبتمبر، عشان يجي على الحدود ل 920 مليون متر مكعب في الرابع من شهر سبتمبر. طبعا انا بقول لكم الارقام اللي هي قالتها في تقريرها عشان انا عايزاكم تكونوا عارفين كل حاجة. طبعا ارقام عالية والمناسيب عالية، وكمان بيتوقعوا استمرار الارتفاع المنسوب بتاع الفيضان. انتوا تخيلوا المناظر دي، محطة مية طبعا غرقت باكملها، المحطة دي غرقت باكملها، ادي محطة المية دي في السودان غرقت باكملها. انتوا طبعا عارفين المأساة. احنا لما حصل عندنا في اسكندرية امطار غزيرة، طبعا عشان ما كانش الصرف عندنا كويس فاحنا غرقنا هنا في اسكندرية. طبعا كانت المأساة ان كان في اعمدة كهرباء، كانت كهرباء طالعة فيها بره، فحصل ان الناس اطفال كتير اتوفوا، وكانت مأساة عندنا في اسكندرية نتيجة اعمدة الكهرباء، وناس غرقت بقى، وبيوت اتدمرت، عندنا مناطق بحالها اتدمرت. فانا بستعيد الذكريات دي على المناظر اللي انا شايفاها، بصراحة مناظر تحزن. الناس كده بيتها اتخرب، يعني قضاء الله وقدره، ربنا يصبرهم. الواحد مش متخيل ابدا، يعني حصل شوية سيول عندنا في اسكندرية نتيجة الامطار، الناس كانت بتعوم وناس ماتت. دي بيوت كلها عايمة، يعني زي ما انتم شايفين كل واحد بينجب نفسه بياخد. انا شايفة ناس شايلة مراتب، وناس شايلة لبس، والناس شايلة سراير. بصراحة المنظر مؤسف جدا والحالة وحشة قوي. انا سايباكم معايا تتفرجوا على الصور، وبصراحة اكتبولي في التعليقات ادعية كده للسودان، ربنا ينجيهم ويصبرهم، كل الناس اللي فقدت حد من اهله، الناس اللي بيوتها اتخربت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. المية دخلت جوه البيوت طبعا، والمصر كل حاجة يعني فيها خراب، فيها خراب ودمار. بيوت اجزاء منها منهار، وفي مش عارفة بصراحة اقول لكم ايه. الناس دي هتعرف تعيش ازاي بعد كده؟ يعني لمدة 3 شهور عشان يقدروا يشيلوا اثر الفيضان. وبيقول لك برضو الدنيا الحاجة مستمرة والغرق مستمر طبعا، وده مش مجرد شتوية اللي حصلت عندنا وقعدوا يعني يعدلوا الصرف ووسعوا الصرف وشفطوا مية وقدروا يتداركوا الموضوع ده خلال اسبوع. رغم كده عندنا في اسكندرية الدنيا اتدمرت. طبعا هناك فارق كبير، ربنا يلطف بيهم ويلطف بينا طبعا، وربنا يستر عليهم. بنبصوا المنظر يا جماعة، منظر مؤسف جدا. لا، البيوت اتخربت، انا شايفة بيوت الناس اتخربت. بص الراجل ماشي ازاي، راجل كبير في السن كله متغرق وماشي بالعصايه بتاعته، عصايه كده عاملها عكاز. مش عارفه والله، مش عارفه اقول لكم ايه. يعني مأساة 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 حقيقيه. ربنا يلطف بيهم ويسترها معاهم. وواحد يعني بص المنظر، والله حاجه تحزن. ربنا معاهم بصراحه، ربنا معاهم وقادر على كل شيء ان هم المحنه دي يقدروا يعدوا منها. والله الواحد بص حزين على عيل صغير زي اولادنا عايم في الميه، والبيت جوه خربان، البيت داخل عليه ميه وخربان، وانا مش عارفه طب هيعملوا ايه. واحد واقف على باب البيت، مش عارفه الناس دي هتعمل ايه بصراحه.
واحد هنا بيعمل زي حاجة سدادة، مش عارفة بيسد ايه بصراحة، بس اهو بيحاولوا يعملوا اللي يقدروا عليه عشان بيوتهم ما يخشش فيها مية اكتر من اللازم. بيحاولوا يقللوا من ارتفاع المنسوب المية في البيت. هو ده برضو عمال شايل شكاير مش عارفة فيها ايه، ربنا يقويهم بصراحة. المناظر تحزن، والواحد عايز يدعي لهم. ادعي لهم في الكومنتات يا جماعة، بالله عليكم ادعوا لأهل السودان، اخواتنا في السودان، في الكومنتات ان ربنا يلطف بيهم وينجيهم من المحنة اللي هم فيها، وربنا يقويهم بصراحة. والله الواحد لو يقدر يعمل حاجة معاهم يعملها، بس مش عارف الواحد يعمل ايه. هو اللي قدرت اعمله ان انا يعني اجيب لكم صور عشان تكونوا معايا في ارض الواقع وتشوفوا الناس دي وندعي لهم سوا، لعل ان احنا نكون عملنا حاجة معاهم. احنا مش عارفين نساعدهم ازاي، بس احنا بالفيديو ده انا بقول لكم ادعوا لهم في الفيديو. بناشد كل حد بيتفرج على الفيديو ده يدعي لهم عشان ربنا ينجيهم وربنا يصبرهم على الابتلاء اللي فيهم. الصور صعبة جدا والخراب كبير، وبصراحة انا حبيت اشارككم المنظر ده عشان انا عارفة ان انتوا هتدعوا لهم، فانا حبيت اوريكم حجم الخسائر اللي فيها السودان دلوقتي. على فكرة في ناس كتير قاعدة على الانترنت مش عارفة المأساة اللي فيها السودان، عشان كده بقول لكم يا جماعة اشتركوا في القناة عندي عشان اي اخبار بجيبها لكم اول باول. انتوا في ناس ممكن ما كنتش عارفه مأساة الفيضان ده، فانا كده يعني بقدر الامكان يعني حاولت انقل لكم الصوره عشان تشوفوا اخواتنا في السودان وصل بيهم الحال ايه في الفيضان ده والسيول الجامده دي، وان هم محتاجين مساعدات. طبعا انا بأمل من ربنا ان الفيديو بتاعي ده يكون وصل لحد يعني مسؤول كبير، او اي حد من اصحاب الخير اللي يقدر يساعد اخواتنا في السودان. في ناس كتيرة ما شاء الله عليهم يقدروا يوصلوا لهم، فيمكن صوتي يوصل. ويا ريت اي حد يعرف اي حد يعني عنده المقدرة او مسؤول كبير يقدر يساعد الناس دي. طبعا الكلام ده اكبر من حجمنا احنا او اكبر من حجمي انا، يعني انا مجرد واحدة شاركت الصور وخلاص، بس ده اكبر من حجمي انا عارفة. بس بتمنى ان صوتي مرة يتسمع ولا يوصل لحد، او اي حد بيتفرج على الفيديو ده يقدر يوصل لحد مسؤول كبير، او اي حد ما شاء الله يكون ربنا يعني رزقه يعني بمال يقدر يساعده. والله جايز يحصل كده. اتمنى منكم انكم تشاركوا الفيديو، يمكن صوتي العبدة الفقيرة الى الله يوصل لحد من المسؤولين او يوصل لحد مقتدر. انا عارفة ان في ناس كتيرة في الخليج والمملكة العربية السعودية ناس خيرة، ناس بتطلع تبرعات. انا عارفة الناس دي اتمنى ان صوتي يوصل لهم، والله اتمنى يعني من الله اتمنى ان صوتي يوصل لهم. زي ما شفتوا انا عرضت لكم كل الصور اللي فيها مأساة، وفي صور اكتر من كده ومأساة اكتر من كده في السودان. اتمنى منكم تدعموني باللايك وتشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة. واخيرا اتمنى منكم تدعوا لاخواتنا في السودان، ارجوكم بالله عليكم ادعوا لاخواتنا في السودان، ربنا معاهم. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.